الأهلي يوقع أكبر عقد استثماري في تاريخ الرياضة بالشرق الأوسط مع شركة فودافون التي حصلت على حقوق رعاية قميص الفريق وتسمية استاد النادي، ليؤكد أنه في مكانة أخرى تماما وبعيد جدا عن أي نادي يوضع معه في منافسة. الأهلي يعلن بشكل رسمي إطلاق اسم استاد فودافون على استاد النادي الذي يعمل على إنشاؤه في الوقت الحالي في الشيخ زايد. الكاف يستقر على إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في القاهرة 6 أغسطس القادم لكي يعرف كل نادي منافسه في الدور الأول، وذلك في ظل ترقب الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد ممثلي مصر هذا الموسم. عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالأهلي يأمل في إنهاء صفقة حامد عبد الله قبل سفر الفريق لأسبانيا حتى يتواجد اللاعب مع الجهاز الفني في فترة الإعداد، وذلك في ظل استمرار تمسك أيمن الشراعي بمطالبه المالية المبالغ فيها ووضع نسبة 50% من إعادة البيع مستقبلا. آدم وطني يطالب إمام عاشور بعدم التجديد للأهلي ومحاولة إطالة المفاوضات أكثر وقت ممكن، خصوصا أنه يعمل في الوقت الحالي على إحضار عرض خيالي له من الدوري السعودي واتحاد جدة. اقتراب محمد علي بن رمضان من الرحيل يقرب بشدة محمد مجدي قفشة من الاستمرار مع الأهلي الموسم القادم. الأهلي ينتظر رفع الشمال القطري عرضه ل1,700,000 دولار للموافقة على رحيل اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، وذلك لتعويض النادي عن الرقم الذي دفعه أثناء التعاقد مع اللاعب من نادي المجري. أشرف داري يترقب رحيل محمد علي بن رمضان على أمل أن يمنحه ذلك فرصة للاستمرار مع الأهلي الموسم المقبل، وذلك في ظل مشاركته بشكل جيد في التدريبات وعدم تعرضه لأي إصابات جديدة، وتأكيد البعض في النادي له بأن فكرة بقائه واردة إن لم يتعاقد النادي مع مدافع أجنبي آخر، بعدما تعجب البعض من طرحه بسعر 7,000 جنيه. شركة أديداس تفسر أسباب السعر الخيالي لقميص الأهلي وتؤكد أنه مصمم بتقنية عالية جدا تمتص التعرق وتوزعه لتوفير أداء بارد للاعبين ومن يرتديه، ويقدم مظهر عصري بعكس أي نسخ أخرى مقلدة. الاتحاد السكندري يؤكد أن النادي لم يتلقى عروض رسمية من الأهلي لشراء مصطفى إبراهيم مدافع الفريق، وما حدث مجرد استفسارات فقط من وكيل لاعبين خلال الساعات الماضية، والنادي لا يعلم إن كان هذا تمهيد لتقديم الأهلي عرض من عدمه، لكنهم منفتحين على مناقشة أي عروض جيدة ستصل للاعب. تقارير صحفية تؤكد أن الأهلي قد يخوض مباراة برشلونة في كأس إخوان جمبر بالقميص البديل بسبب التعارض مع ألوان برشلونة. رضا سليم يتحفظ على أغلب العروض التي تلقاها من الدوري المصري ويفضل الاستمرار في المغرب إذا لم يكن الأهلي في حاجة لخدماته، وذلك في ظل اهتمام الجيش الملكي والمغرب الفاسي والوداد بضمه. المصري البورسعيدي يعلن ضم الجناح المغربي عبد الله الزياني أحد أبرز المواهب في الكرة المغربية بعدما رفض رضا سليم التواجد معهم. مصطفى شوبير يسافر للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة مع والدته قبل بدء الموسم الجديد مع الأهلي. عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الجديد يطالب الأهلي وأندية الدوري بفتح صفحة جديدة معه ونسيان ما حدث في المواسم الماضية وتكاتف الجميع من أندية وإعلام وجماهير لدعم الحكام لتحسين المنظومة التحكيمية، في محاولة لتهدئة إعلام الأهلي الذي يهاجمه ليلا ونهارا منذ تعيينه رئيسا للجنة. عصام عبد الفتاح يستقر بشكل كبير على الإطاحة بسيد مراد من لجنة الحكام وتعيين محمود عاشور مسؤول عن تقنية الفار نظرا لخبراته الكبيرة. الأهلي ينتظر من اتحاد الكرة وهنا بوريدة تخفيض تكاليف استخدام الحكام الأجانب في الموسم الجديد مثلما فعل الاتحاد السعودي لكرة القدم. هنا بوريدة رئيس اتحاد الكرة يؤكد أن المقترح الذي تقدم به لزيادة عدد الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية لم يكن لصالح نادي بعينه، وهو يعمل لصالح الكرة المصرية وتطوير المسابقات في الاتحاد الأفريقي بشكل عام وليس لمصلحة أي نادي، وما زال حتى الآن يتهم البعض بأنه أهلاوي وآخرين بأنه زملكاوي، ولكن هو يقف على مسافة واحدة من الجميع ويضع مصر فوق أي اعتبار، والأهلي ليس له دخل بالمقترح إطلاقا ولم يتحدث معه أي مسؤول من الأهلي عن الأمر سواء الخطيب أو غيره، بل هو من سعى للأمر، ولكن بعض الاتحادات الإفريقية تحفظت على تنفيذه في الموسم الحالي، ولكن الأمر محل نقاش في الكاف ووارد أن ينفذ الموسم المقبل. وفيما يخص تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام فاختياره تم بناء على خبراته الكبيرة وعلاقاته الواسعة جدا على المستوى الإفريقي والدولي، والأمر لا يحمل أي رسائل سلبية ضد الأهلي، والاختيار جاء وفق معايير الكفاءة والخبرة، واختلاف وجهات النظر مع أي نادي أمر وارد ولا يؤثر على قرارات اللجنة ولا الاتحاد. أحمد دياب رئيس رابطة الأندية يشكر أندية الدوري على ثقتهم الشديدة فيه بعد اختياره رئيسا للرابطة لثالث دورة بالتزكية، ويعد بالمزيد من العمل على تطوير المسابقات المصرية، وذلك بعدما نجح مؤخرا في زيادة مكافآت بطولة الدوري وزيادة الأعداد الجماهيرية المسموح بحضورها
وحضورها في المباريات. سيراميكا كليوباترا يعرض على أدهم حامد لاعب بتروجيت التواجد معه الموسم المقبل في ظل عدم حدوث أي حراك من الأهلي تجاهه حتى الآن. الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي ينتقد حفل ديرجست والمسؤولين عنه لاختيار إنبي للفوز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في مصر في ظل إخراج الأهلي 6 لاعبين للاحتراف الأوروبي، وأيضا اختيار عبد الله السعيد وناصر ماهر ومهند لاشين أفضل خط وسط في مصر، واستبعاد مروان عطية وإمام عاشور الذين أثبتوا في كأس العالم أنه لا يوجد أي وجه مقارنة بينهم وبين الثنائي المختار عبد الله السعيد وناصر ماهر. مصطفى فتحي جناح أيمن نادي بيراميدز يتعافى من الإصابة ويصبح جاهز تماما للمشاركة مع السماوي في الموسم الجديد. الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن تعيين الحكم المصري أمين عمر حكما لمباراة أهلي جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة الانتر كونتيننتال، وصن داونز ينتظر الفائز من الثنائي. باشكتاش التركي يقرر الانسحاب من المفاوضات مع صلاح اعتراضا على ما يفعله وكيله رامي عباس واشتراط الحصول على نسبة عمولة ضخمة، ويؤكد أنهم لن يرضخوا لهذه الأمور واختاروا القرار الواقعي بالانسحاب من المفاوضات على القرار الشعبي. نادي باشكتاش التركي يبدأ محادثاته لضم البرتغالي رافائيل ليو بعد فشل مفاوضاته لضم محمد صلاح. رابطة المحترفين الإماراتية ترشح رام ربيعة لاعب المنتخب الوطني والنجم سفيان رحيمي وعمر خربين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإماراتي الموسم الماضي. محمود حسن تريزيجيه ينهي أجازته ويستعد للانتظام في ميران الرياض السعودي استعدادا للموسم الجديد بالدوري. وجود حمزة عبد الكريم على رأس بعثة برشلونة التي سافرت لإنجلترا لخوض معسكر إعداد هناك يؤكد اقتناع هانز فليك الكبير باللاعب. خلافات اتحاد الكرة وحسام حسن على بنود العقد الجديد والراتب السنوي تعطل التجديد قليلا لحين التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف. هدف الرأس الأخضر الثاني في شباك المنتخب الأرجنتيني بدور ال16 من كأس العالم يفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة. منظومة الضرائب الأمريكية توافق على إعفاء منتخب مصر من سداد أي ضرائب على المكافآت المالية التي حققها في كأس العالم. ثروت سويلم يعتذر عن الاستمرار في رابطة الأندية الموسم المقبل لأسباب شخصية. كهربا يقترب من الاستمرار مع نادي إنبي في الموسم المقبل بسبب عدم وصول عروض مقنعة له. المصري يستقر على تجديد عقد صلاح محسن حتى 2029 للحفاظ على اللاعب. تقارير إسبانية تؤكد أن فينيسيوس يشترط الحصول على 30 مليون يورو راتب سنوي و15 مليون يورو منحة توقيع لتجديد عقده مع الريال وإغلاق ملف الرحيل. تقارير إسبانية نادي برشلونة يدرس جديا إمكانية خوض مباراة ودية في المغرب في خطوة لا تقتصر أهدافها على الجانب الرياضي فقط، وإنما تحمل أيضا أبعاد تجارية وتسويقية مهمة للنادي الكتالوني، حيث يمتلك النادي قاعدة جماهيرية واسعة في شمال أفريقيا، مما يجعل إقامة مباراة ودية في المغرب فرصة لتعزيز حضوره الدولي والتقارب أكثر من جماهيره في المنطقة، فضلا عن إمكانية تحقيق عوائد مالية جديدة في ظل سعي النادي إلى تنوع مصادر دخله وإيراداته المالية. امبابي يواسي الجمهور الفرنسي بعد خسارة كأس العالم الأخيرة ويؤكد أن ما حدث كان مؤلم بشكل كبير لكنه ليس نهاية العالم، وهو كان يفضل الفوز باللقب على الفوز بالحذاء الذهبي في البطولة. الصحفية الزملكاوية ملك موسى تنتقد بشدة جون إدوار المدير الرياضي لنادي الزمالك وتؤكد أن نادي الزمالك نادي كبير ولا يليق بما يحدث من إدوارد وحسين لبيب وتسليط كل منهم لجان على الآخر، وقيام إدوار برفض عودة الفريق للتدريبات قبل صرف المستحقات أولا، وتؤكد أن حسين لبيب عليه أن يراجع عقود جون إدوار ويتوصل معه لاتفاق بأي طريقة للرحيل، والعك الذي يحدث من إدوارد غير مقبول، وهي لا تعلم ما هي العقود التي وقع عليها الزمالك والمجلس التي تجعل هذا الشخص بهذه القوة ويتحكم بهذه الطريقة في الفريق، وتؤكد أنها لم ترى في حياتها مدير رياضي يحرض اللاعبين عن الامتناع عن التدريب، وتؤكد أيضا أنها تنتظر أن يتم تحديد موعد واضح للعودة للتدريبات في الساعات المقبلة وإنهاء هذه الفوضى. محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي يطالب حسام حسن المدير الفني للمنتخب بضرورة الوقوف على السلبيات التي حدثت في كأس العالم والأسباب الحقيقية وراء تلقي منتخب مصر 3 أهداف أمام الأرجنتين في الدقائق الأخيرة وخسارة المباراة بعد التقدم بثنائية نظيفة، وأيضا معرفة أسباب الإصابات التي حدثت ووضع بدائل جيدة لعناصر المنتخب الأساسية والتي قاربت معظمها على الاعتزال. ويؤكد أنه يتمنى من حسام حسن أيضا أن لا يضع شروط معينة
معينة لتجديد عقده وألا يمنح لأحد فرصة للحديث عن تشرطه على اتحاد الكورة، وأن ينهي قصة تجديد عقده سريعا دون النظر للأمور المالية، خصوصا أن اتحاد الكرة يقدره جيدا. وفيما يخص الزمالك وعدم عودته للتدريبات حتى الآن، ففترة الإعداد بيتم بناء عليها كل شيء، وعدم عودة الزمالك للتدريب حتى الآن رغم تبقي 3 أسابيع على الموسم الجديد سيدفع ثمنها الفريق الأبيض الفترة القادمة. والأبيض يخرج نفسه من المنافسة مبكرا بأخطاء حتى من قبل أن يبدأ الموسم. أما بالنسبة للحسين عموتة مدرب الأهلي الجديد فهو سيكون تحت ضغوط كبيرة جدا الموسم المقبل بعد نتائج الفريق الموسم الماضي، وربنا يكون في عونه. وهو شخصيا يتمنى أن يقدر المدرب المغربي على التعامل مع هذه الضغوط وألا تؤثر سلبا عليه، وإن شاء الله يكون على قدر تطلعات الجماهير. وزير الرياضة جوهر نبيل في حفل الأهلي للإعلان عن الراعي الجديد. الأهلي يبحث دائما عن الصدارة، وليس غريب هذا الحدث الاستثنائي بين مؤسستين تسعى للريادة. شراكة الأهلي مع فودافون من أفضل الشراكات، وسيكون لهذا الحدث أثر إيجابي، والمزيج بين الطرفين سيعود بالنفع على كل الأطراف بشكل إيجابي. وهذه الشراكة تتماشى مع توجهات القيادة السياسية. انتمائي للأهلي لا أخجل منه، تربيت في الأهلي وانتمائي له وأتشرف جدا بذلك، والأهلي علمنا الإخلاص، وعندما أصبحت وزيرا أصبح انتمائي الأول للدولة المصرية.